امبارح اتغدينا صينيه بطاطس بالفراخ، اتبقى منها صدر الفرخه ده. شيلته في كيس حطيته في التلاجة وقلت هستخدمه تاني يوم اعمل بيه الغدا للعيله كلها. احنا 4 افراد والغدوه دي كفتنا الحمد لله. زي ما انتم شايفين حتى تتبيله الفراخ موجوده على صدر الفرخه، بس ما يشغلناش. هقول لكم تعملوا ايه. بمضرب الفراخ كده ابتدي حركيه لغايه ما تبقى كل الصدر عندك قطع صغيره بالمنظر ده. وممكن تعمليها بايدك عادي. اي قرقوشه بقى، اي عظميه صغيره ما كنتيش شيلتيها شيليها. انا الاول كنت شايله كل العظم، بس بقى كام حته كده شيلتهم. تمام كده. قطع الفراخ عندي متقطعه صغير. جبت بقى الكبه وقطعت فيها الطماطم لقطع صغيره. دول 3 طماطميات متوسطين الحجم. زي ما انتم شايفين كل طماطميه ليها فص ثوم. تمام. حطيت معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من البابريكا او الشطه، ومعلقه صغيره من السكر، ورشه ملح. يعني احنا مش عايزين ملح، رشه ملح فعليا. وشويه كزبره خضراء مع نص فلفلايه خضراء، ولو بتحبي الحاجه سبايسي ممكن تستخدمي قرن فلفل شط. عصرت ليمونه زي ما انتم شايفين، وحطيت يعني معلقه كبيره من الخل وشويه زيت، وهضرب الكلام ده كله مع بعض. هتضربيه ناعم خالص، انا مش عايزاه يبقى قطع، عشان كده قلت لكم اللي ما عندوش كبه يقدر يستخدم خلاط عادي جدا. وده بقى منظرها. اللي انا هعمله ده تقدري انت تعمليه او تعمليه في حل عادي. انا عملته في كيس ليه؟ علشان انا عندي امتحانات وولادي ان غاب القط العب يا فار. فانا قلت لا، خليني قاعده معاهم وبلاش غسيل مواعين، فروحت عاملاها في الكيس. لكن هل هي لازم تتعمل في الكيس؟ لا، ما عندكيش كيس اعمليها عادي خالص في حله على النار. حطيت كوبايتين من الرز البسمتي، عليهم كوبايه من لسان العصفور اللي انتوا شفتوه دلوقتي. عليهم بصلايه صغيره متقطعه يعني صغير، وشويه خضار مشكله كده، معلقه بهارات مشكله، ربع فلفلايه حمراء متقطع صغير. ولو مفيش مشكله خالص، نقدر نشيله او نحط مكانه فلفل اخضر عشان احنا شاطرين. وحطيت فصين حبهان، ورق لوري، وسنه بن. عارفين القهوه التركي؟ حطوا سنه بسيطه منها. و3 كوبايات من الشوربه ونص، 3 كوبايات ونص من الشوربه، وكنت حاطه فيها معلقه سمنه مدوباها. قلبت الاول كله الاول مع بعضه، وبعد ما قلبت رحت ضفت بقى ايه صدر الفرخه المتقطع وقلبته معاهم كده علشان ما يتهريش اكتر ما هو مهري. وشفنا لقيت عضميه الحمد لله ان انا لقيتها، يعني قلبت كويس. ايوه تمام كده. ما تقلبيش كتير بعد ما تحطي الفراخ عشان ما تتهريش اكتر. بدأت بقى أربط الكيس زي ما انتم شايفين، وهنا عملت غلطة كبيرة خدوا بالكم منها. أنا بعمل الفيديوهات دي عشان تتعلموا من غلطاتي. السكينة خرمت الكيس من تحت، خرمت الكيس من تحت. فانت لما تيجي تخرمي الكيس اخرميه من فوق بس، عشان كده رحت حطاه في كيس تاني. المهم رحت كبيت الرز. طبعا الموضوع ده خد تقريبا نص ساعة في الفرن. كبيت الرز في الطاجن كده، وتعالوا بقى نشوف المنظر. ادي الصلصة بتاعتنا، وادي الرز. يا جماعة رهيب، يا جماعة ايه الجمال ده. وكل ده أكلة كاملة متكاملة من صدر فرخة. خليكي ست مدبرة وموفرة واعملي الأكلة دي، وبألف هنا وشفا عليكي.